في احد المدارس في المغرب كان واحد الطالب سميتو ياسين. كان هاد ياسين ما كيديرش شي مجهود كبير في قرايته وما عطيهاش ديك الاهميه الكبيره، كيقرا مزيان وصافي. نهار جات النتيجه نتاع الدوره الاولى، وكما كنقولوا حنا بالدرجه البيلته جاب 60%، يعني 12. هي هذيك كره وما عجبوش الحال وقرر يبدل راسو في الدوره الثانيه. صافي قرر يقرا 6 سوايع في النهار، من 6 ديال العشيه حتى ل 12 ديال الليل. كملات الدوره الثانيه وجات النتيجه، وفكروا معايا شحال دا. تقدر الأغلبية يقول دا واحد النتيجة اللي كبيرة، حيت 6 سوايع في النهار ما سهلاش، والصدمة أنه دا 50%، يعني 10. دابا تقدروا تقولوا كيفاش وعلاش دا هاد النتيجة، واخا هو كان يقرا ساعات طويلة في اليوم. وهنا غادي نفهمكم علاش جاب ديك النتيجة، وشنو كان خاصو يدير، وكيفاش تستافد من هاد الدرس وتجيب أعلى نقطة ممكنة. وقبل ما نبديو اختي خويا، ما تنساش دير معاك واحد لايك واشتركوا في القناة ونكملوا. اول تقنيه هي بومودورو تكنيك، وغادي نشرحها في مبيان باش كلشي يفهم. العمود هنا كيمثل درجه التركيز، اما هذا الخط الافقي فهو السوايع اللي كنفوتو في الدراسه. ملي ريح ياسين ودار في راسو انه خاصو يقرا 6 سوايع متتاليه، راه ملي فات نصف ساعه الاولى بدا التركيز ديالو يهبط. هكا انت وانا والاغلبيه. وحدات دراسه عالميه ان متوسط التركيز لدى البالغ هو نصف ساعه. وحتى انت الا لاحظت ملي كتفوت نص ساعه وانت تقرا كيبديو الافكار يسيطروا عليك، كتبغي تهز التليفون ولا تشوف شنو كاين. المهم ياسين هذا الشيء اللي كان يدير، ومنين كيسالي القرايه حتى نص الليل كيسحب ليه دار اللي عليه، ولكن راه كان غلط. ودابا غادي نصحوا داك الشيء اللي كان يدير. وكان ياسين كل نص ساعه كياخذ 5 دقائق من الراحه عاد كيولي يقرا، وهذا يسمى بتكنيك بومودورو، وبه كنحافظوا على التركيز ديالنا لساعات طويله. كل نص ساعه نخليو 5 دقائق استراحه، تكونيكطا بها ولا ريح مع عائلتك، ديري اي حاجه. المهم نتمنى تكون الفكره وصلات. دابا نفوتوا للشيء الاخر، وهو كيفاش تحفظ وما تنسى على والو. وغادي نوظفوا هذا الشيء في مخطط، ولكن غادي يكون حسن من الاول. هذا المخطط هو مخطط نيسيان، وداروا واحد العالم الماني. هنا العمود كيبين لنا نسبه الحفاظه ديالنا للدرس، وهذا كيمثل لنا الوقت. المهم نقولوا انت حفظتي لشي درس نهار الحد، فراه من السبت غادي تعقل غير على 40% من داكشي اللي حفظتي. ودابا شنو المطلوب منا؟ المطلوب هو ان كل درس حفظته عاود راجعو نهار الثاني. هنا غادي تطول معاك الحفاظه، وإلا زدت رجعتو نهار الثالث تقدر ما تنساهش كاع. والان فهمنا هادي، ونفوتوا لاخر حاجه وهي الفهم والحفاظه. وقبل قلنا انه منين تحفظ لشي حاجه حاول تعاودها نهار ولا زوج ولا ثلاثه، ولكن ماشي كلشي. وهنا جا دور الفهم والحفاظه. الفهم يعني انا ماشي ضروري تحفظ لكل شيء، والحفاظه كنظن كلشي فاهمها. دابا كيفاش نراجعوا لهذا الشيء؟ الا كان عندك شي دفتر خاوي، حاول الاشياء الاساسيه ديرهم في بلاصه، والاشياء الثانويه في بلاصه اخرى، والمصطلحات وداك الشيء ديرهم في اخر الدفتر. بديو بالاساسي وكونوا اذكياء، ما تحفظوش كل شيء. اللي اساسي وخاص يتحفظ راه باين، والشيء الاخر لخصوه. المهم بديو تراجعوا الحوايج الاساسيه في الدروس، موراها منين يقرب الفرد راجع الاشياء الثانويه والمصطلحات على حسب الماده، وهاراك قديتي كل شيء. واسمعني مزيان شنو غادي نقول لك دابا. راه تقدر هادشي اللي قلت لك يحفزك نهار زوج وتولي لعاداتك القديمه، ولكن عارف ان كل شيء غادي يفوت، وغيجي داك النهار اللي تجي فيه النتيجه وتبقى تلوم في راسك علاش درت هادي وعلاش ما درتش هادي وتندم. ننصحك خدم من دابا وحيد العجز، لانه اكبر عدو للنجاح. نتمنى كل شيء يجيب مزيان في النتيجه وفي الامتحان. المهم سالينا، خلي معكم الدراري والدريات واحد لايك واشتركوا في القناه الا مازال ما درتوها، ونتلاقاو في فيديو جديد.